بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة بسان والكرة الأعزاء في كل مكان في هذا العدد الجديد. تابعوه سينال إعجابكم إن شاء الله. لم يتواجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في التدريبات العادية لفريقه مارسيليا قبل يومين فقط من لقاء ران ضمن الجولة الأخيرة من الدوري. الوقت بات ضيق جدا، وحتى لو استأنف بن ناصر تدريباته غدا الجمعة فمن الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل المشاركة في لقاء ران نظرا لعدم الجاهزية. على العموم بن ناصر يتمنى ألا يشارك، وبدون شك إصابته أتت في وقتها. الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي تكون دائما جولة لدعم رهاب المثلية، وبن ناصر لن يقبل أبدا بالمشاركة في هذه الحملة التي تغضب الله. لذلك إصابته أتت في وقت جد مثالي، هذا إذا كان مصابا فعلا ولم يتحجج فقط بالإصابة، لأن ذلك وارد. الكثير من لاعبي المنتخب الوطني يعانون في نهاية كل موسم من هذه الجولة. تكلمت أمس عن زرقان وما قام به من موقف تاريخي ومشرف، في انتظار ما إذا كان لاعبون في الدوري الفرنسي وباقي اللاعبين المسلمين على العموم سيسيرون على خطى زرقان، أم أن الضغط عليهم سيكون كبير وسيضطرون للظهور والمشاركة. ليس بن ناصر وحسب، دولي آخر قد يغيب عن الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي وهو لاعب نيس هشام بوداوي. مدرب نيس فرانكايس نشط ندوة صحفية اليوم للحديث عن لقاء بريست المقبل، وسئل ما إذا كان هناك لاعبون يمكن أن يغيبوا عن اللقاء، وذكر لاعبين من بينهما الدولي الجزائري هشام بوداوي. مدرب نيس قال أن هشام عانى من آلام على مستوى الركبة بعد أن تعرض للإصابة في لقاء ران الماضي، لكن لم يشر لأي تطورات، خاصة خطورة الإصابة وطبيعتها. لكن وبما أنه قال أن غياب بوداوي مشكوك فيه فقط، فإن ذلك يعني أن الإصابة ليست خطيرة ويمكن أن تكون سببا لأجل منحه إذنا للراحة. بوداوي للإشارة شارك كثيرا في جولة دعم المثلية سابقا، ولا يبدو أنه سيتحجج بالإصابة من أجل الغياب، لذلك إصابته حقيقية، على أمل ألا تكون خطيرة ويكون جاهز لتربص الخضر المقبل جوان الداخل، لأن بيتكوفيتش ضبط قائمته نهائيا وبدأ في إرسال الدعوات، وبوداوي في الظروف الطبيعية سيستدعى طبعا. أخبار رائعة جدا تلك التي تلقاها الدولي الجزائري أحمد قندوسي اليوم. قندوسي وكما كان مقرر له خضع لكشف بالأشعة، هو الثاني له في ظرف شهر. كشف أول كان مطمئن، وكشف ثاني كان مطمئن أكثر، حيث كشفت مصادر مصرية اليوم أن عظام قندوسي التأمت بشكل كامل واللاعب يتعافى بشكل جيد. المصادر المصرية قالت أن قندوسي نزع الجبس أخيرا، لكن ليس هذا وفقط، بل قام اليوم بأول حصة إعادة تأهيل. قندوسي سيخضع طيلة الفترة المقبلة لعلاج فيزيائي مكثف قبل المرور للعمل البدني والضغط على الرجل المصابة، وهو بالمناسبة سيكون تأكيد صريح ونهائي على تعافيه. التعافي السارع لقندوسي وبحسب نفس المصادر لن يقلل من مدة غيابه، فكما كان متوقع من البداية وتمت الإشارة إليه، قندوسي سيغيب لمدة تصل ل4 أشهر. الجزائري سيكون راض بمدة الغياب هذا، لأن ذلك سيعني عودته قبل بداية الموسم المقبل. على العموم ننتظر تطور عملية شفاء قندوسي للتأكد من ذلك. أدلى الدولي الجزائري ولاعب باير ليفركوزن الجديد إبراهيم مازا بتصريحات مطولة جدا نقلتها صحيفة تاك شبيغل الألمانية. مازا تكلم عن كل شيء من ولادته لأبوين غير ألمانيين لغاية وصوله للفريق الأول لهرتا برلين في سن 16 لغاية رحيله، حيث قال أنه لم يستوعب لغاية الآن أنه سيترك برلين ويذهب للعيش في مكان آخر وحيدا. ماذا سئل عن فريقه الجديد، حيث اعترف أنه سيكون في بيئة مختلفة تماما، المستوى فيها مختلف كليا، لكنه رغم ذلك عازم على تقديم كل ما لديه وفرض نفسه في الفريق، في تأكيد جديد على أنه ليس ذاهب لهناك للعب دور البديل أو أنه لاعب شاب يبحث عن الخبرة. مازا يريد أن يكون أساسيا منذ بداية الموسم.
في تصريحاته سئل مازا أيضا عن التغييرات التي حدثت وستحدث على الفريق، حيث رحل المدرب تشابي ألونسو وسيرحل نجم الفريق الأول فيرتس. لاعب الخضر قال أنه على تواصل دائم مع إدارة باير ليفركوزن ويسألهم دائما عن التطورات ووضع الفريق، وهم يطمئنونه لكن من دون أن يمنح محاوريه أي تفاصيل. على هامش تجديده لعقده مع إنتراخت، أدلى مدرب النادي دينو توب مولر بتصريحات إعلامية تكلم فيها عن لقاء الجولة الأخيرة من الدوري وما ينتظره الموسم المقبل من تحديات، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا. مدرب إنتراخت تطرق للاعبيه ومن ضمنهم طبعا فارس شيبي. توب مولر أظهر مرة أخرى ثقته الكبيرة في شيبي، حيث أثنى عليه وعلى طريقة لعبه. توب مولر قال أن شيبي لاعب مميز وأظهر رقي مستواه في الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن مستوى الجزائر الحقيقي أكبر بكثير مما أظهره لغاية الآن، وهو يرغب في ظهوره بأعلى مستوياته في الفترة المقبلة. مدرب إنتراخت أنهى حديثه بالقول أن شيبي حين يكون في قمة مستواه يكون لاعب رائع. الثقة اللامحدودة التي يظهرها مدرب إنتراخت في شيبي، ومنها تصريحه اليوم ومع تجديد عقده لغاية 2028. مسألة رحيل شيبي لن تكون مطروحة بكل تأكيد، فرغم قول بعض المصادر الألمانية أن هناك من يرغب في تسريحه من الإدارة، ورغم الحديث عن دخول ستراسبورغ على خط طلبه، إلا أن شيبي سيبقى. انتهى موسم نادي باري رسميا بخروجه من سباق التأهل لدورة الصعود، وبدأ الكل في محيط الفريق يفكرون في الموسم المقبل 2025-2026. الكل في محيط النادي يريدون الصعود الموسم المقبل، والصعود لن يمر سوى بإبقاء ركائز الفريق وتدعيمه بنجوم أكبر من اللاعبين الذين يبدو وضعهم غامض. الجزائري مهدي دورفال. موقع توتو باري لسان حال نادي باري قال أن إبقاء دورفال صعب جدا، والسبب الرئيسي هي العروض التي تصله. الموقع السابق قال أن عديد الأندية الإيطالية تريد اللاعب وترغب في ضمه، وبدأت بالضغط عليه والضغط على إدارة باري أيضا، لكنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد لأسماء هذه الأندية. دورفال سيحاول التركيز الآن على تربص الخضر وسيتمنى أن تصله الدعوة، لكن في حال لم يحصل ذلك وفضل بيتكوفيتش عليه لاعبين آخرين سيحاول حسم أموره في جوان، ووقتها عدم استدعائه للتربص ربما يكون مفيدا. دورفال يعلم أن إدارة باري تريد إبقاءه، لذلك سيسعى للرحيل سريعا جدا. أدلى الدولي الجزائري ولاعب فينورد أنيس حاج موسى بتصريحات إعلامية تكلم فيها عن كل شيء تقريبا في مشواره، خاصة عن فترة لعبه في الدرجة الثانية البلجيكية مع باترو إيزدان، أين ظن الجميع أنه انتهى. حاج موسى تكلم أيضا عن أمور أخرى من بينها مستقبله، وأيضا تطرق للمنتخب الوطني. لاعب فينورد سئل عن مستقبله وهل يمكن أن يلتحق بأرني سلوت في ليفربول، خاصة أنه هو المدرب الذي ضمه لفينورد. وهنا أكد حاج موسى رغبته الكبيرة في شق مسيرته والوصول فعلا لفريق أكبر، لكنه لم يذكر ليفربول بالاسم. حاج موسى قال أن اللعب في فريق كبير حلم، ورغم أنه رفض ذكر الاسم في البداية إلا أنه لم يتردد في ذكر اسم نادي برشلونة لاحقا. فحين سئل عن أحلامه قال أنه يحلم باللعب لفريق كبير أيا كان الاسم، وذكر الريال وأرسنال وليفربول، لكنه قال أنه يحب كثيرا برشلونة ويحب مشاهدتهم يلعبون، أي أنه يفضلهم على باقي الأندية. حديث حاج موسى عن مستقبله والأندية الكبيرة جعله يتدارك بالقول أن ذلك لا يعني أنه لا يلعب في فريق كبير، ففينورد فريق كبير وهو سعيد جدا معهم، كما قال أنه ملتزم بتقديم كل ما لديه لفريقه الحالي الذي فتح له باب النجومية ووضعه في وضعه الحالي. لاعب فينورد لم يكن لينسى الحديث عن المنتخب الوطني، حيث قال أن أحلامه لا تتوقف على اللعب في الفرق الكبيرة، بل يحلم أيضا بالفوز بكأس إفريقيا مع المنتخب الوطني، إضافة إلى الحلم الأكبر
لكل لاعب كرة قدم في العالم وهو الظهور في كأس العالم، بالتوفيق لحاج موسى لتحقيق كل أحلامه سواء مع المنتخب أو على الصعيد الفردي. تكلمت في الأسبوع الماضي عن ريان يسلي الذي ينشط في الدوري الكندي عن كونه حلا ممكنا للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة في مركز الحراسة. هناك حارس جديد ظهر للسطح ربما يكون حلا مستقبلا، وهو حارس الريان القطري سامي حبيب. سامي حبيب هو حارس جزائري من مواليد عنابة، لكنه نشأ كرويا في قطر. بدأ في الظهور في الفترة الأخيرة وقدم لقاءات كبيرة جدا مع الريان، خاصة اللقاءات الأربعة الأخيرة في الدوري، وكان بأتم معنى الكلمة رجل اللقاء في كل اللقاءات، ونال ثناء كبيرا من الإعلام القطري ومن أنصار النادي. سامي للإشارة وقع مع الريال ل5 سنوات مقبلة، وكلنا يعلم جيدا معنى التوقيع في الفرق القطرية ل5 سنوات، يعني أنه مشروع تجنيس، لكن لغاية استدعائه للمنتخب القطري يبقى حلا ممكنا. أعلم أن هناك بعض المشاهدين الكرام سيهاجمون الخبر وسيسخرون من الدوري القطري، لكني أقول لهؤلاء كما أقول دائما: ليس لدينا حراس في ريال مدريد ومانشستر يونايتد باش نتكسلوا على يسلي وحتى سامي حبيب. رغم إصابته الخطيرة جدا على مستوى الرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة، إلا أن إدارة سانتيتيان لم تطعن الدولي الجزائري جبريل صحراوي في الظهر، وقررت تجديد عقده لعام إضافي. عقد صحراوي للشباب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن رغم ذلك الإدارة قررت تجديده لعام إضافي إيمانا منها بقدرات جبريل. ليس فقط جبريل صحراوي، إدارة سانتيتيان منحت اليافع الجزائري الآخر مدين مخلوفي أجمل خبر للاعب يافع، حيث قررت منحه أول عقد احترافي في مشواره، وهذا بعد مستوياته الكبيرة جدا في الفئات الشبانية. إدارة سانتيتيان قررت تأمين اللاعب الجزائري الذي يبدو أنه سيكون له شأن بحسبها. للإشارة، مدين وجبريل من مواليد 2005، أي أن عمر كليهما 20 سنة. مدين يلعب في الدفاع في حين يلعب جبريل في الوسط. الثنائي الجزائري سيكون له وبكل تأكيد فرصة الظهور مع الفريق الأول الموسم المقبل. سانتيتيان يحتاج لمعجزة للنجاة من السقوط للليغ 2، وفي حال سقوطه سيرحل الكثير من اللاعبين النجوم. تكلمت في عدد أمس عن موقف الدولي الجزائري آدم زرقان من عدم حمل شارات المثلية بصفته قائدا لنادي شارلروا، وما ترتب عن ذلك من فوضى في الإعلام البلجيكي، حتى أن البعض طالب بمعاقبة الدولي الجزائري رفقة كل قادة الفرق الذين رفضوا حمل شارات المثلية. الخبر الجيد القادم من بلجيكا أن زرقان لن يعاقب. رئيس رابطة الأندية البلجيكية قال أن القوانين تنص على حمل شارة المثلية، لكن عدم حملها من طرف زرقان ومن طرف لاعبين آخرين لا يعني أنهم سيعاقبون، حيث رأى أن تنتهي الأمور على هذا الشكل وعدم إجبار اللاعبين على رفع شارة المثلية، لأن ذلك قد يكون له آثار عكسية عكس ما يريده الاتحاد. رئيس الرابطة قال أن الهدف من الالتفاتة هو محاربة رهاب المثلية، لكن ذلك لا يكون بالضغط على اللاعبين، وبالتالي زرقان لن يعاقب بشكل رسمي هو وبقية من رفضوا حمل الشارة، ومن بينهم اللاعب التركي المسلم قائد شارلروا أو وسترلو الذي رفض أيضا حمل شارة المثلية ولم يفرض عليه نادي حملها. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله غدا. السلام عليكم.